الجميع. الأخت أم عادل من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما هي شروط الدعاء وما هي الأشياء التي يدعو بها الإنسان. أختي أم عادل من العين، أم عادل من العين بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء كما لا يخفى هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا أمر بدعائه، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد بأنهم كانوا يكثرون من الدعاء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم من أكمل الأنبياء في مسألة الذكر والدعاء صلى الله عليه وسلم. ولهذا الدعاء من العبادات العظيمة الجليلة، والدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل عبادة تسمى دعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ودعاء المسألة هو دعاء الطلب، يا رب يا رب يا رب. واضح؟ بالنسبة للدعاء له شروط وله موانع أيضا، يعني بعض الناس الآن يدعو ولا يستجاب له، والسبب وجود مانع من موانع إجابة الدعاء. أما الشروط أولا أن يكون الدعاء خالصا لله عز وجل، يعني يكون دعاء خالصا لله من قلب خالص في دعائه لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني يعني تدعون الله سبحانه وتعالى، والإخلاص هذا شرط لصحة كل عبادة. يقول الله جل وعلا إن الدين عند الله، يقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك لابد الإنسان أن يدعو بإخلاص نية وصلاح طوية وبرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية بارك الله فيك بالنسبة للدعاء أن يكون بثقة لا يكون بتردد. إن بعض الناس الآن يدعو متردد يقول احتمال واحتمال، لا ما يصلح، لابد أن يكون بثقة، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. لذلك قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الله تعالى يستجيب دعاء كل أحد دعا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. لهذا من واجب الداعي أن يكون لديه حسن ظن بالله، ومن حسن الظن بالله أنك تثق بأن الله تعالى سيستجيب دعائك، وتثقين بأن الله سيستجيب دعائك. المسألة الثالثة بالنسبة للإجابة على الله وليست عليك، بمعنى أن الإنسان يدعو وعلى الله الإجابة سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد يستجيب لك حالا وقد يستجيب لك مآلا، يعني ما يستجيب لك الآن يستجيب لك بعدين. تشوفين الآن بعض النساء تأخر الحمل عندها 2 3 4 5 6 وهي تدعو الله ما أيست وأتاها الحمل، سبحان الله العظيم، لله الحكمة. يمكن هذا الحمل لو جاء في السنة الأولى أو في السنة الثانية ما عاش أو ولد مريض مثلا، لكن الله تعالى أراد لك. في ناس ما عندهم وظائف دعوا الله دعوا ما أيسوا وعندهم حسن ظن بالله، استجاب الله تعالى لهم بعد حين، ولو أنهم يعني عجلت لهم الوظائف ربما حصل ضرر وشر كبير. والمقصود بأن يصير عندك ثقة بالله عز وجل. الأمر الآخر وهو أن كل مسلم لابد أن يعلم بأن الله تعالى يستجيب لمن دعاه بأحد 3 أشياء: إما أن يستجيب له مثل ما ذكرت حالا أو مآلا، أو يصرف عنه من الشر مثل هذه الدعوة، أو يدخر له يوم القيامة. ووالله إن ما يدخره الله عز وجل لعبده من الدعاء يوم القيامة أفضل من أموال الدنيا كلها وأفضل من متاع الدنيا كلها. لماذا؟ لأن الإنسان يوم القيامة يتمنى حسنة، يحتاج إلى حسنة، كيف ويجد يعني ميزان حسناته قد امتلأ بهذه الدعوات. أيضا أمر آخر يطرد الله عنا الشر ما يدري عنه الإنسان. لهذا بعض الناس الآن قد يسأل الله عز وجل شيء فيستجيب الله له، فيذهب هذا الرزق في مرض ولا في حادث ولا في شيء. لهذا الله عز وجل كثير من الناس ما يعلمون عن عظيم منة الله عليهم وكبير فضل الله عليهم، يصرف الله عنهم يعني من الحوادث والمفاجآت ومن الأشياء ما يدرون عنها، لو كشف لهم الغطاء لعلموا عظيم فضل الله عليه. الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، الله عز وجل يصرف عن المؤمنين والذين يدعونه بإخبات وبخشوع، يصرف عنهم ابتلاءات ما يعرفون عنها. فالله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى ثم بدعاء هذا العبد يصرف الله عز وجل عنه هذه الأشياء. المسألة الأخرى أختي الفاضلة من الأمور التي تتعلق بالدعاء الجزم مثل ما ذكرت وليس التردد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. لهذا تقولين يا رب اغفر لي، ما تقول إن شاء الله، تقولين إن شاء، تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اشفني وعافني، يا رب كذا، على العزم.
بعض الناس إذا دعا يقول الله يغفر لك إن شاء الله، غلط أن تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأن الدعاء بالجزم والعزم، يا رب اغفر، اللهم اغفر لي وارحمني. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، تقول اللهم ارحمني إن شئت، لا، يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي. واضح؟ الشيء الآخر بارك الله فيك بالنسبة لي الأمور المتعلقة بالدعاء، أن يستحضر الإنسان ما يدعو. يعني بعض الناس الآن يرفع يديه تشوفه يتلفت يمين ويسار ويطالع فوق وكذا، فقط يعني الهيكل العام هيكل الإنسان يدعو، والقلب في أودية الدنيا، لا، ما يصلح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا بإخبات ويبكي أحيانا صلى الله عليه وسلم، خشوع تذلل، لأنك تسأل الذي خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي يدعو بلسانه وقلبه غافل، هذا دعاء شكلي، دعاء مجرد تحريك اللسان. لهذا لا بد الإنسان يستحضر هذا الشيء، وأيضا يكون لدى الإنسان حالة من التذلل والافتقار والمسكنة والتملق بين يدي الله عز وجل. لهذا الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، لأن الله تعالى إذا رأى عبده في هذه الحالة، حالة الانكسار والضعف والبراءة من الحول، التبري من الحول والقوة، وأن طرح نفسه على باب ربه جل وعلا، استجاب الله عز وجل، استجاب الله عز وجل. لذلك الله تعالى يرحم هؤلاء اللي يظهرون هذه الحالة. الأمر الآخر أختي الفاضلة ما يتعلق بترك الأشياء التي تمنع إجابة الدعاء، منها أكل الحرام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أغلب الناس الآن يقولون يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا. فتش عن نفسك، شوف لعلك أكلت حراما ما تدري. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له وهو واقع في الحرام، منغمس في الحرام، أكله وشربه ولباسه وحرام في حرام؟ يفتش الإنسان. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن كل ما طاح باليد حلال، مو بصحيح. انتبهوا، ما كل ما حصل في يدك يكون حلال. المسألة الأخرى أن الإنسان يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذه من موانع إجابة الدعاء. كذلك من موانع إجابة الدعاء الاستعجال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وما يعجل، يعني ما معنى يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء، يعني ييأس، يقول خلاص أنا ما استجاب الله لي. لا، الأمور بيد الله، ما هو بيدك ولا بيدك. هذه أختي الفاضلة بارك الله فيك بعض المسائل المتعلقة بالدعاء نزولا عند طلبك ورغبتك. ولذلك الدعاء شيء عظيم، والإنسان ينبغي له أن يرطب لسانه دائما بالدعاء، يدعو لنفسه ويدعو المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، يدعو لوالديه، يدعو للأحياء، يدعو للأموات، يدعو لولاة الأمر، يدعو بأن الله تعالى يرزقنا الأمن والأمان والصحة في الأبدان. وكلما دعا الإنسان دعوة عامة قال ملك ولك بمثل. يعني لما يجي الإنسان يدعو بدعوة عامة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، يقول ملك ولك بمثل. بارك الله فيك. حمد من قطر طبعا يقول في صلاة العصر الإمام نسي الجلوس للتشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وبعدين يقول في الركعة الثالثة تشهد، جاب التشهد ثم قام وكبر، وبعدين سجد للسهو في آخر الصلاة. حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. سلم لي على الإمام، قول لي الشيخ يسلم عليك ويقول لك لازم تتعلم أحكام سجود السهو، لازم تتعلم أحكام معالجة الخطأ في الصلاة، اللي سواه غلط هدانا الله وإياه. كيف الآن يجلس في ركعة ليس مشروعا فيها الجلوس، وكيف الآن يروح يقضي التشهد الأول الذي فات محله؟ ما يصلح. الآن غير هيكل الصلاة وغير صورة الصلاة. سلم عليه ويقول لك الشيخ اجلس ساعة اقرأ في يعني رسالة صغيرة موجودة عن أحكام سجود السهو، ظرف ساعة 45 دقيقة أتقن هذا الباب. وبعدين هذا المسألة ما هي مسألة اختيارية ذوقية والله كيفه، لا، يجب على كل إمام مسجد أن يتقي الله عز وجل وأن يتعلم أحكام سجود السهو، وأن يتعلم كيف يعالج الغلط في الصلاة. لماذا؟ لأنه ضامن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر لي، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يعني الآن الصورة اللي ذكرتها دلالة على أن الإمام جزاه الله خير وبارك الله فيه ورضي الله عنه ما هو بعارف أحكام الصلاة. أنت الآن ما دام أنك أصبحت إماما في هذا المسجد يتعين أنك تعرف أحكام الصلاة. بعدين الحمد لله مسائل العلم توفرت، الآن موجود حتى
شرح سجود السهو وكيفية معالجة الغلط في الصلاة، صوت وصورة وفيديو، مشايخ وعلماء جزاهم الله خير وطلبة علم يشرحون هذه يبسطونها للناس. أما أن يقوم بهذه الصورة هذا لا شك بأنه أخطأ، خطأ كبير، يجب عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. نحن نقول على كل مسلم أن يتعلم أحكام سجود السهو. كيف إذا كان إمام وقدوة للناس؟ كيف إذا كان إمام وقدوة للناس؟ الذي ينسى التشهد الأول ويقوم يتلبس بالركعة الثالثة ما يرجع له، هذا واحد. الشيء الثاني ما يقضيه، خلاص فات وقته. الشيء الثالث يجبر بسجدتي السهو، وصلى الله على محمد، يجبر بسجدتي السهو فقط. النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول في إحدى الصلوات، فلما قام إلى الثالثة ما رجع، ولكن جبره بالسجدتي سهو قبل السلام صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا رسالة لكل إمام أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص على أن يتعلم أحكام الصلاة. هذه أمانة في أعناقكم. هؤلاء الناس اللي يصلون وراكم سيتعلقون برقابكم يوم القيامة. أغلب الناس الآن لما تشوف عنده غلط تقول له خير من وين جبته؟ قال الإمام يسويه، إمامنا هذا مطوعنا هو اللي يعمل هذا الشيء. لذلك هو سيتعلق برقبتك يوم القيامة إذا أنت فعلا عملت عملا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والكاف هنا للتشبيه، يعني تشبهوا بصلاتي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. عموما يا حمد بالنسبة لكم لا شيء عليكم، بارك الله فيكم. بالنسبة للإمام إذا كان عامي فعلا أرجو الله تعالى أن يغفر له، ولكن يجب عليه يتعلم. وإذا والله حب أنه يعيد الصلاة من باب الاحتياط طيب، لأنه لخبط الصلاة الآن، غير هيكل الصلاة، غير صورة الصلاة، جاب التشهد الأول في الركعة الثالث ظنا منه أنه يقضيه في الركعة الثالث. بارك الله فيك. حمد من قطر يسأل عن معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حمد بارك الله فيك، تعرف بأن هذه الآية في سورة الطلاق، وجاءت بعد ذكر آيات الطلاق، ولهذا بعض العلماء قال بأن في قول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني في قضايا الطلاق. لهذا من لم يتق الله في الطلاق فالله تعالى لا يجعل له مخرج. لماذا؟ لأنه ابتدع، مثل الذي يطلق بالثلاث مثلا، ومثل الذي يحرص على أو مثل الذي يسعى للطلاق دائما على أي شيء، يمكن يحرم والعياذ بالله الرشد ولا يجد له مخرج. وهذا في الغالب الذين دائما على ألسنتهم الطلاق، دائما على ألسنة الطلاق سبحان الله يحرمون، ويفرق بينه وبين امرأته بسبب العبث اللي يقوم فيه من يعني الطلاق على لسانه، دائما يطلق في حال الغضب، في حال الرضا، وفي حال يخرج ويدخل، كل طلاق. لذلك يحرم. لكن حقيقة بالنسبة للتقوى هي مفهومة أوسع من هذا. التقوى تأتي بمعنى الإسلام، التقوى تأتي بمعنى الإيمان، التقوى تأتي في مجالات متعددة ومتنوعة. لهذا بارك الله فيك التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال هذا جماهير أهل العلم، التقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا أنت أطعت الله ورسوله وابتعدت عن معصية الله ورسوله رزقك الله من حيث لا تحتسب. قال جل وعلا ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والرزق يا حمد ليس هو الدنانير والدراهم والمال، هذا أقل أنواع الرزق، أقل أنواع الرزق. تأتي في آخر سلم الأرزاق هي هذه الدنيا، مسائل الدنيا. الرزق أشياء عظيمة، الرزق الإسلام هذا من أعظم الرزق، إن يهديك الله للإسلام، والحمد لله الذي هدانا للإسلام. الرزق الإيمان وزيادة الإيمان. الرزق بارك الله فيك أن الله تعالى يوفق للعبادة والطاعة. تشوف بعض المحرومين الآن ما يصلي، محروم ما يصلي. هذا والله من أشد العقوبات أن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يصلي، أو يفرط في الصلوات أو في الجمعة والجماعات. الرزق بارك الله فيك أنك تتعلق بكلام الله، القرآن. الرزق أن يكون لديك خبيئة بينك وبين الله، هذا رزق، أجر، ثواب، عداد الحسنات شغال بالنسبة لك. الرزق بارك الله فيك أن توفق في الأمن في الأوطان، تعيش أمن في الأوطان. والله من أعظم الرزق أنك تعيش في بلد في أمن واستقرار، والحمد لله ما في خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا بلدا آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نعمة أكثر الناس ما يشعر بهذه النعمة، ولذلك ما يسعون في التمسك بها وتقويتها. لماذا؟ لأنه عاشوا الحمد لله في نعمة وأمن وراحة، ما يعرفها إلا اللي فقدها. واضح؟ لهذا يا حمد أنا ما ودي أطيل، الأرزاق كثيرة، الأرزاق كثيرة. أحيانا يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. من الرزق أيضا أن الله يوفق لطلب العلم، أنك تتعلم تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. العلماء هم ورثة الأنبياء،
العلماء هم ورثة الأنبياء. العالم هذا الشخص الوحيد اللي يؤجر طوال الليل وهو نايم يؤجر. العالم وهو نايم مأجور. لماذا؟ لأنه فرغ نفسه ووقته وجهده وحياته كلها لتعليم الناس وتوجيه الناس، ويشتغل في الطاعة والعبادة وطلب العلم ويزيح ويكنس عن الناس الجهل. واضح؟ هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك الأرزاق عظيمة وكثيرة، وأحيانا تأتيك من حيث ما تدري. أنت رايح في طريق تبغى الرزق ويجيك من هذا الطريق. بارك الله فيك. حمد من قطر يسأل عن تفسير قول الله تعالى الباقيات الصالحات. حمد من قطر بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك، العلماء حقيقة لهم كلام طويل جدا في الباقيات الصالحات، فمنهم من ذكر الصلاة، ومنهم من ذكر الصيام، ومنهم من ذكر الزكاة، ومنهم من ذكر الحج، ومنهم من توسعوا في هذا، ومنهم من قال الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والراجح أنه يشمل كل طاعة، كل طاعة يعملها الإنسان تدخر له عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبو ظبي يقول بالنسبة لزكاة الذهب والفضة، هل أعتمد على الأسعار الرسمية التي تصدر يعني من منصات العالمية هذه، أم أن يعني أعتمد على محلات الذهب؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لزكاة الذهب والفضة تجب بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب. فإذا كان عندك ذهب يعني قد بلغ 85 جرام فأكثر، هذا النصاب. فإذا حال عليه الحول مدة 12 شهر قمري عربي وجبت فيه الزكاة. وبالنسبة للفضة أيضا تجب الزكاة فيها بشرطين: بلوغ النصاب، والنصاب 200 درهم إسلامي يعني 595 جرام، وأيضا يدور عليها ويحول عليها الحول 12 شهر قمري عربي. واضح؟ بالنسبة للحساب بارك الله فيك، تحسب بسعر البيع عند حولان الحول وليس بسعر الشراء طلوعا أو نزولا. فأفترض أنت مثلا اشتريت الجرام أو اشتريت ذهب سعر الجرام كان 100 درهم، ثم لما جئت عند الحول الآن أصبح 150 درهم مثلا أو 200 درهم، تحسبها بسعر البيع. كذلك الفضة. بالنسبة أيضا العكس، أنت اشتريت 200 درهم في آخر الحول نزل إلى 50 درهم، إلى 50 مثلا، أضرب مثال، تحسبها ب50 درهم. واضح؟ بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لموضوع الاعتماد، هو الحقيقة السوق عالمية يا أخي الفاضل، فأنت تعتمد بسعر الذهب والفضة في بلدك تراجع المنصات الرسمية اللي تعلن مثلا أن الذهب سعره اليوم كذا، تعتمد هذا وتخرج زكاته إذا كان الذهب للتجارة أو مكنوز. أما زكاة الذهب المعد للاستعمال فهذه مسألة خلافية، وتحدثنا فيها كثيرا وطويلا، وقلنا بأن الراجح قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب 7 من الصحابة ممن أثر عنهم ذلك، بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس المستعمل الحلي، يسمى الحلي، هذا لا زكاة فيه. إذا حاب تزكي أنت تحسبها بسعر البيع أثناء حولان أو في اليوم الذي يحول الحول على الذهب والفضة. عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه سأل عن المستحاضة، يقول: هل تتوضأ وجوبا عند كل صلاة؟ وهل هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهاد من الصحابة؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمستحاضة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، ولعلك تقصد الاغتسال في حديث ميمونة، في حديث زينب. هذا الاغتسال هو اجتهاد منها رضي الله عنها، كان اجتهادا منها رضي الله عنها. أما مسألة الوضوء نعم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أذن لها أيضا بالجمع، أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول: الشعر الذي بين الحاجبين ما حكمه، وإذا كان قريبا من بعض أو قريبين من بعض؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للشعر الذي بين الحاجبين، هل يأخذ حكم الحاجبين أم أنه لا يأخذ حكمهما؟ قولان عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الشعر النابت بين الحاجبين يأخذ حكم شعر الحاجبين، ولذلك قالوا لا يجوز قصه ولا نتفه ولا حلقه ولا أي شيء. القول الثاني، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب، أن الشعر الذي بين الحاجبين ليس من الحاجبين، فإذا أراد الرجل أو أرادت المرأة أن تزيل هذا الشعر الذي بين الحاجبين لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك بأي نوع من أنواع الإزالة إذا رغب، والأفضل ترك ذلك، لكن إذا رغب فلا حرج في ذلك. بارك الله فيك. بالنسبة للحدود، ما جرت العادة أن يكون يعني ما يطلق عليه حاجب، شعر الحاجب، هذا الذي لا يجوز الاقتراب منه،
هذا هو يعني منطقة اللي عند الناس اللي ما عندهم شعر بين الحاجبين، هذا هو الحدود بالنسبة للحاجب. أبو علي من العين يسأل عن حكم تقصير اللحية. يا أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإعفاء اللحية بمعنى أن يترك الإنسان شعر وجهه، يعني شعر اللحية الذي هو على الذقن والعارضين، هذا واجب في قول يعني جماهير أهل العلم، بل بعض العلماء يحكي على هذا إجماع، يحكون على هذا إجماع، لكن الإجماع حقيقة محل نظر. فالأصل أن الإنسان لا يستأصل شعر وجهه، هذا من حيث الأصل، وأنا أتكلم طبعا عن الذكور. المرأة لا، إذا نبت شعر في وجهها في منطقة اللحية تزيله، أو في منطقة الشارب أيضا تزيله، أما الرجل فيترك شعر لحيته. اختلف العلماء في تشذيب وتهذيب وتقصير اللحية، اختلفوا على أقوال. القول الأول قالوا بالمنع مطلقا، قالوا ممنوع ولا يتعرض لشعر اللحية، ويستدل لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أوفوا وفروا. هذه الألفاظ قالوا تفيد ماذا؟ تفيد الترك. وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، هذه ألفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا يجوز الأخذ من اللحية وترتيبها وتشذيبها وتهذيبها، قالوا لأن قول وفروا لا يلزم منه تركها مطلقا، لأن التوفير معناه التكثير، يعني كثروها. وأما إذا طالت إطالة فاحشة قالوا له أن يأخذ منها وأن يرتبها. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا بأنه يجوز، بأنه يشرع أخذ ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة. يقولون في الحج والعمرة يقبض على لحيته ويأخذ من طولها ومن عرضها، لأنها نسك لفعل عبد الله بن عمر. واضح؟ القول الرابع قالوا بأنه لا، هذا مطلق وليس نسك، فإذا طالت لحية الرجل جاز له أن يأخذ من طولها وعرضها مقدار قبضة، من طولها ومن عرضها. وهناك قول آخر قالوا بأن له أن يخففها ولو أقل من ذلك، أقل من القبضة. ولهذا أخي الفاضل الأصل أن الرجل يترك لحيته، لكن إذا طالت إطالة فاحشة مثل فله أن يأخذ ما زاد عن القبضة. علي من رأس الخيمة يقول يوجد بعض الناس للأسف يكثرون من الأسئلة الخاصة بالناس، مثلا يسألون عن الدوام وعن الراتب وعن الإنجاب وعن كذا وكذا. يقول لدرجة أن بعض الناس يتأذون فصاروا يقاطعون أقاربهم ولا يجلسون ولا يزورون أقاربهم. يريد كلمة في هذا. علي من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لهذا النوع من البشر موجود منذ قديم الزمان، ولهذا جاءت النصوص تنبه على هذا الأمر. فالله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بمعنى أن الله تعالى سيسأل الإنسان عن كل شيء صدر عنه، سواء جميع جوارحه، سيحاسبه الله على ما في قلبه، وسيحاسبه الله على ما ينفلت من عذبة لسانه، وسيحاسبه الله عز وجل عن نظرات عينه، وسيحاسبه الله عن سماعه، وسيحاسبه الله عن أطرافه. كل هذا سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أحسن تربية صلوات ربي وسلامه عليه، ومن جملة تربيته لنا أن دعانا إلى أن لا نخوض فيما لا يعنينا، أن لا نخوض فيما لا يعنينا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا الإنسان الشيء اللي ما يخصه ولا يعنيه لا يتدخل فيه ولا يسأل عنه. هذا من الفضول، هذا من الفضول، والفضول باب إلى الحرام. فضول الكلام هي بوابة ستدخل الإنسان إلى الحرام، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الحسد، إلى الحقد، إلى الكراهية، إلى الغيرة المذمومة، إلى أشياء كثيرة. لهذا المسلم يعتني بنفسه. الأصل أن الإنسان يحرص على تكميل ذاته وتكميل نفسه، وأما سؤال الآخرين عن خصوصياتهم هذا مما لا يليق وليس من أخلاق المسلم ذلك. ومن سلبياته ما ذكره الأخ علي، من سلبياته أن الناس يبدأ يكره بعضهم بعضا، ولا يحب الإنسان أنه يلتقي أخاه أو يلتقي قريبه. يقول أنا ليش أروح أقابله وأزوره في الله وهو شغال أسئلة كم راتبك وين تشتغل وش عندك وليش حرمتك ما جابت وليش حرمتك ما حملت وش علاقتكم. اتقوا الله يا أخوان يا أخوات. هذا من فضول الكلام الذي نهى عنه السلف الصالح، وهو يدخل تحت هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يلتزم الإنسان هذا الخلق العظيم ويجعل سلوك عام له في حياته كلها. إذا والله أخبرك شخص هو الذي أخبرك،
أما أنني أفتش وأنقب وأسأل وأبحث، هذا حقيقة يعني يفتح مجال للشيطان، وتحصل يعني مجموعة من الآثام والذنوب يرتكبها الإنسان، والناس يفقدون الثقة فيما بينهم، يصبح الإنسان يكره الآخرين ويكره مجالس الآخرين. يعني الآن امرأة قدر الله عز وجل أنها ما تحمل سنة سنتين ثلاثة، لما يكثرون السؤال عنها هذا يعني يحرك عرق الحقد والكراهية، ما حد يحب أنه ينتقد بمثل هذه الصورة. واضح؟ وش علاقتكم؟ ما حملت. طيب يعني إذا هي ولدت ولد ما تعرفون مثلا، يعني إذا أنجبت ما حد يدري، تدرون. طيب هي ما حملت، لها ظروفها الخاصة بينها وبين زوجها مثلا، يعني ترتيب معين. أما يحشر الإنسان نفسه ويدخل في مثل هذه العلاقات الخاصة، هذا حقيقة من أسوأ الأمور، وهذه حقيقة يعني أمراض اجتماعية. لهذا أنا أدعو كل مسلم أن يقرأ ولو حفظ أفضل سورة الحجرات آياتها قليلة، والله إنها تبني مجتمع من أفضل المجتمعات. لماذا؟ لأن هذه السورة العظيمة رتبت علاقة الإنسان بربه، ونظمت علاقة الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم، ونظمت علاقة الإنسان بمن حوله، ونبهت على أمراض خطيرة جدا، أمراض اجتماعية. هذه الأمراض إذا فعلا تطهر منها المجتمع، والله إن الناس يعيشون عيشة من أفضل العيشة وأكثرها هناء وسعادة. أما إذا وجدت هذه الأمراض اللي مثل ما ذكره الأخ علي، ماذا ترجو من مجتمع قائم على مثل هذه الأمراض الاجتماعية؟ لهذا أول تنبيه جاء: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم ذكرت بنعمة الله، الآيات ذكرت بنعمة الله عز وجل الذي جعلها بين عباده وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم نبهت على قضية حرمة الاستهزاء وحرمة السخرية وحرمة إساءة الظن، ودعت إلى الإصلاح بين الأخوين، وبينت بأن يعني أن الله تعالى خلق الناس وجعلهم شعوبا وقبائل يتعارفوا. شيء عظيم هذه السورة. أنا أدعو كل مسلم وكل مسلمة يقرؤون هذه السورة ويقرؤون تفسيرها، تفاسير جميلة وموجودة لله الحمد. شوفوا سبحان الله العظيم كيف أن الله تعالى أمرنا بأن نلتزم هذه الأخلاق وأن نبتعد عما هو ضد هذه الأخلاق. أم فهد من أبو ظبي تسأل تقول: ما حكم المجوهرات المطلية بالذهب والقبض ما يكون يعني إنما يكون فيما بعد؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة لشراء المجوهرات الصرفة المحضة اللي ما فيها ذهب من حيث الأصل يجوز فيها التأخير والنسيئة ما دامت أنها ليست ذهبا أو فضة، هذا من حيث الأصل. أما إذا كانت المجوهرات مشتملة على ذهب فينظر هل الذهب هو المقصود وهو الأصل، أم أن المقصود المجوهرات، بمعنى أن المرأة راحت اشترت قلادة، والقلادة هذه فيها حبتين ثلاثة من الذهب، يكون الحكم للمجوهرات وليس للذهب. أما إذا كان الذهب هو الغالب على العقد، هذا العقد المجوهرات، أو كان القصد الذهب الذي فيه، يعني أحيانا قد يكون المرأة أصلا ما تريد عقد المجوهرات وإنما تريد نوعية الذهب الذي فيه، هذا لا يجوز إلا بالتقابض. بارك الله فيك. أم فهد تسأل عن قول سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة، تقول: هل هذا من أذكار يعني الصلاة؟ أختي أم فهد أو الصباح ما أدري، لكن عموما أختي أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة هي قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. كم العدد؟ 99. تقول إن تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالنسبة لقول سبحان الله 100 مرة، هذه ورد أنه التسبيح 100 مرة في الصباح في أول النهار، وبعض العلماء يذهب إلى أن التسبيح ليس له عدد، لأن الله تعالى أمر بتسبيحه في أول النهار وفي آخر النهار. لكن عموما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، نعم هذا ورد في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الإنسان في الصباح: كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وأيضا كان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل ولم يصبه شر في ذلك اليوم حتى يمسي، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن عموما أخت الفاضلة، ذكر الله من أعظم العبادات وأجل الطاعات، ولذلك الإنسان يكثر من ذكر الله حتى ولو كان من دون عدد. لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من دون عدد لا حرج في ذلك، يعني قصدي هذا خير، كلما زدت فهو خير. بارك الله فيك. أم فهد من أبو ظبي تسأل عن أنبوب الغذاء المتصل بالمريض عن طريق الأنف، تقول يعني
إذا كان يصلي به هل عليه شيء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي عنك وشفى الله مريضكم وجميع مرضى المسلمين. بالنسبة للأنبوب، أنبوب الغذاء الموضوع في أنف المريض والذي يستعيض به عن الأكل والشرب، هذا لا يضر المريض إذا كان يصلي ودخل عليه هذا الغذاء. فإذا كان يستطيع إيقافه أثناء الصلاة نعم يجب عليه. أما إذا كان لا يستطيع أثناء الصلاة وإنما يدخل عليه لا إراديا أو هناك برمجة معينة مثلا فلا شيء عليه في ذلك بارك الله فيك. فهو أشبه بمن يأخذ الإبرة عن طريق بقية الجسم، يعني ما يتناولها مثلا يتناول الشيء عن طريق فمه، وأنها أشبه بالإبرة التي تؤخذ من بقية الجسم. فهد من أبو ظبي تسأل تقول ما صحة قول اللهم اختر لي ولا تخيرني؟ أختي الفاضلة فهد بارك الله فيك، لا شك بأن من أفضل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا أراد الإقدام على شيء أن يستخير الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان. هذا من أفضل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول اللهم اختر لي ولا تخيرني، حقيقة يعني قد يكون ظاهرها صحيح، لكن أحيانا قد ييسر الله عز وجل للشخص ويلهمه الرشد فيتخير. الله عز وجل يرزقك أنك تتخيرين، لأن الآن أنت إذا تحيرت في أمر الله عز وجل يعني يلهمك الرشد أن تتجهي إلى هذا الأمر فتختارين أنت هذا الأمر. لهذا أنصحك يا أختي الفاضلة بالتزام الدعاء، دعاء الاستخارة اللي ذكرت صفته قبل قليل. أمة الله من الجزائر تقول والدتي قبل موتها ب3 أيام أجرت عملية وذهبت إليها وقلت لها أنت مسامحتني؟ قالت نعم. يعني هل هذا يكفي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله في جنات النعيم. الجواب نعم، ما دام أنك طلبت منها المسامحة والعفو وأظهرت لك هذا وقالت لك سامحتك الحمد لله، وهذه نعمة من نعم الله أن يموت الوالد، أن يموت الأب أو تموت الأم وهما راضيان عن الأولاد، هذه نعمة من نعم الله بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول أنا تقول ذهبت بالوالد والوالدة للعمرة وتعبت معهم، تقول وأختي التي تعيش في الخارج دفعت لي الدراهم للعمرة، وبعدين لما رجعنا تقول لما رجعنا نعم تقول لما رجعنا من العمرة بقي مبلغ مالي، تقول فقلت لأختي بقي هذا المبلغ، قالت خذي أنت وأنا سأبعث للوالدين أبعث لهم دراهم. تقول لما علم غضب علي، غضب وقالوا كيف هذه سمسرة وشيء من هذا القبيل، وقالوا كيف أنت سمسارة ومن هذا القبيل كما ذكرت، وتقول هم يخفون عني. تقول هل علي شيء؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك اطمئني ولا شيء عليك، المال ليس مال الوالد ولا الوالدة وإنما مال أختك وقد تبرعت به لك. وأما قول والله العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، هذا غير صحيح، ما ينطبق على هذه الحالة. هذاك الذي يهب الشيء ثم يعود فيه، يعني يعطي هبة أو هدية ثم يقول أرجعها لي، هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنت يعني أختك أعطتك مبلغ مالي تعتمرين بالوالدين، ولما رجعتم زاد مبلغ قلت لها هذا المبلغ، قالت لا خذيه عندك خذيه لك، هذا تبرع منها لك ومأجورة هي وعوضت الوالدين، فاطمئني لا شيء عليك، حتى لو يعني بقي شيء في نفس الوالدين ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر طبعا يظهر أن تداخل السؤالين. أمة الله تقول أنا كنت عفوا هذه المسألة الرجوع في الهبة في السؤال الثالث. أمة الله من الجزائر تقول أنا اشتريت أثاث للوالدين يعني في البيت، تقول اشتريت أثاث وبعدين لما توفي أخذت الأثاث على أن يخصم من نصيبي من التركة، تقول بأن إخواني أو خواتي قالوا بأن هذا رجوع في الهبة ولا يجوز. هل هذا الكلام صحيح؟ الكلام هذا غير صحيح، أنت ما رجعت في الهبة، أنت تقولين بأن هذا الأثاث أريد بدل ما تعطوني 1000 دينار أخصم من تركتي 1000 دينار وأنا سأخذ الأثاث، ما فيها شيء بارك الله فيك. يعني هم الآن سيعطونك مثلا 1000 دينار مثلا
وقلت لهم بدل ما تعطوني أنا أريد أن أخذ هذا الأثاث بدل ما تبيعونه في الخارج مثلا. يعني إذا طلبتم قسمة التركة وقالوا نبيع الأثاث لا شيء عليك في هذا يا أمة الله. تفضل يا أنس. أنس يا أنس شوفوا غيره لو سمحتوا. يلا. طيب مريم من أم القوين بارك الله فيها تسأل تقول من 4 أيام رجعت من العمرة، تقول يعني أنا الحمد لله استعديت في بيتي واغتسلت وكذا، لما وصلت الفندق تقول استحميت وبعدين مشطت شعري، هل علي شيء وأنا محرمة؟ أختي مريم من أم القوين بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت من حيث الاستحمام ما في بأس، يعني المحرم يجوز له أن يستحم حتى ولو لم يتحلل من العمرة أو لم يطف ولم يسعى، سواء كان رجل أو امرأة يجوز أن يغتسل في الفندق قبل ما يذهبوا للحرم. لكن مسألة الشعر، أنت إذا مشطت وسقط شعر كثير عليك الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم لبد شعر رأسه حتى لا يتساقط، والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. العلماء صحيح بعضهم يرخص في قضية المشط، لكن يكون برفق ما يكون بقوة حتى لا يتساقط الشعر، واضح؟ فإذا قلت لي والله أنا ما لاحظت تساقط شعر كثير ما عليك شيء، يعني حتى لو سقط شعرة شعرتين لا حرج، وإن كان الفقهاء يشددون في هذا، لكن عموما إذا كان بسبب يعني بعد ما اغتسلتي سقط شعرة شعرتين أو بعد ما مشطت برفق شعرة شعرتين ما عليك شيء. أما تقولين لا والله سقط شعر كثير يعني ممكن يجمع في اليد، لا هذه ارتكبت محظور من محظورات الإحرام. يبقى قضية الجهل، أنت تقولي لي أول مرة أعتمر وأجهل هذه الأحكام، أرجو الله تعالى أن يغفر لك ولا شيء عليك في هذا، بارك الله فيك، لكن تعلمي الأحكام يا مريم. أم سالم تقول أنا إذا صليت تقول أسجد على الأرض لكني ما أستطيع أجلس بين السجدتين ولا في التشهد، تقول عندي كرسي أرجع أجلس عليه، صحيح هذا؟ أي نعم صحيح يا أم سالم، أنت الآن تستطيعين القيام تستطيعين الركوع، عندك مشكلة في الجلوس، فإذا سجدت على الأرض لما تقولين الله أكبر ما تستطيعين تجلسين ترجعين على الكرسي، وبعدين تسجدين على الأرض تقول الله أكبر وبعدين ترجعين على الكرسي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا استطاعتك. بارك الله فيك يا أم سالم. أم سالم تسأل عن الجوارب في الحج والعمرة. أم سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة تلبس البلاغات تلبس الجوارب تلبس الحذاء تلبس البوت الرياضي إذا كانت في الحج والعمرة. لماذا؟ لأن المرأة ليست كالرجل في لباس الإحرام، الرجل لا، الرجل ما يلبس الدلاغات ولا الجوارب ولا الخفاف ولا الأحذية أكرمكم الله ولا الجوتي، ما يلبسها الرجل. المرأة على العكس، المرأة تلبس هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها مأمورة بالستر وتلبس المخيط، الرجل ما يلبس المخيط ولا يغطي رأسه ويتجرد أيضا عن المخيط كما ذكرنا، ولذلك يحرم بنعلين، يحرم بالنعال العادية اللي تكشف الجوزتين اللي هي الكعبين. بارك الله فيك يا أم سالم. تفضل يا مريم. سلام وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا أختي. يا شيخ أنا من كم من يوم طحت على ريني وصار عندي شرخ وحاليا ريني متجبسة. إيه. فلما كان قبل آخذ أسباح يعني أروح أسباح لازم أغطي الجبس كامل على أساس إن الماء ما يدخل في الجبس من داخل. إيه. تمام. فحين بغيت أستفسر بخصوص الغسل، يعني الغسل يعني بشكل عام. أي نعم إن شاء الله. تمام. وسؤالي الثاني يا شيخ بغيت أستفسر عن قول الله سبحانه وتعالى. طبعا قصدك الغسل الواجب يا مريم ها؟ هي الغسل الواجب. السؤال الثاني بغيت أستفسر عن قول الله تعالى قال لا تفرح أن الله لا يحب الفرح. نعم. خلاص شكرا يا مرحبا. شيخ. طيب مريم بارك الله فيها تقول بأنها سقطت على رجلها وحصل شرخ والآن رجلها مجبصة، تقول الآن لما أغتسل ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ مريم شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله جل وعلا يجعله كفارة لك. أختي الفاضلة أنت تغلفين منطقة الجبس كاملة، يعني بالنسبة لما تأتين تغتسلين تغلفين ببلاستيك مثلا ثم تغسلين سائر بدنك بارك الله فيك، وإذا رأيت أنك تتيممين بعد الغسل أفضل، وهي المسألة فيها كلام وبحث عند بعض أهل العلم، يقول ما يجمع طهارتين ترابية ومائية في حدث واحد، لكن يعني تفعلين هذا، خاصة أن عندنا حديث جابر فيه هذه الرواية إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه ثم يقال ويتيمم بعد ذلك. فعموما إذا انتهيت أنت من الاغتسال روحي تيمم بعد ما تنشفين جسمك كامل، تتيممين من باب الاحتياط. بارك الله فيك وليس عليك شيء إلا هذا. مريم تسأل عن معنى قول الله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. مريم بارك الله فيك هذه في سورة القصص في قصة قارون
لما قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح على نوعين: فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والفرح المذموم الفرح بمعصية الله، هذا اللي يفرح بمعصية الله، يعصي الله ويفرح ويظن بأنه يعني على خير. فقالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الذين يفرحون بفعلهم ما يغضب الله سبحانه وتعالى. اخواني واخواتي، انتهى وقت البرنامج والحمد لله. مع انتهاء الاسئله غدا عندي حلقه الواتساب، والجمعه والسبت كذلك. التقيكم مباشر يوم الاحد القادم بحول الله وباذنه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.